الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء نهنئ جميع المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لصيام ولقيام هذا الشهر الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل كذلك الصيام والقيام. في البدء بنرحب بالشيخ مزمل عوض فقيري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل. والهدف من إنشاء هذه المجالس الرمضانية هو تبصير المسلمين ببعض أو كل أوجل الأحكام المتعلقة بالصيام، والتعليق على بعض المسائل التي تتعلق بالصيام والتي هي موضع الساحة الآن عند كثير من الناس. فنحن بنرحب بك في البداية الشيخ. حياك الله، جزاك الله خير، مرحبا بكم كلكم. نحن الشيخ في برنامجنا ده اللي حيستمر إن شاء الله في كل أيام رمضان. فأول حاجة يا شيخ، نحن بنبدأ كلامنا بسؤال أو دارين منك تكلمنا أو تحدثنا شوية عن معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين، يعني نداء للموحدين، يعني أن الصيام فرض على الموحدين. وفي هذا إشارة ودلالة واضحة على الاعتناء والاهتمام بأمر العقيدة والتوحيد قبل الصيام، لأن الله عز وجل خاطب هنا الموحدين المؤمنين وفرض عليهم هم الصيام. يبقى أول حاجة الإنسان قبل ما نكلم عن الصيام نكلم عن العقيدة وإصلاح المعتقد في الله سبحانه وتعالى، والبعد من العقائد الفاسدة التي تفسد الإسلام ومن ثم تفسد الصيام. منها مثلا ما يفسد الإسلام والصيام من بعده دعاء غير الله سبحانه وتعالى، كالذين يستغيثون بالموتى وبالمقبورين وبالأولياء المزعومين من عباد القباب والأضرحة. الإنسان اللي بيعمل كده ده ما عنده صيام ولا عنده قيام ولا عنده صلاة ولا عنده حج ولا عنده زكاة، لأن ربنا قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك من أمثلة الشرك الذي يفسد الإسلام والصيام تعليق التمايم، ما يسمى عندنا بالحجبات. دول تلقى لابس حجاب ويعتقد إنه الحجاب ده بينفعه أو بضره، ده مشرك، والله ما بيقبل منه لا صلاة ولا صيام ولا قيام، لأنه ربنا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن مفسدات العقيدة ومفسدات الصيام أيضا الذهاب إلى الكهان والعرافين، وده منتشر في بلدنا وكثير من بلاد المسلمين، اللي بيسموهم ستات وديع ويسموهم فكية ويسموهم بتارة وبيسموهم الناس الزار. اللي بيمشي لهؤلاء ويصدقهم قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض وأوجب، ودي من الأدلة على وجوب صيام رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم. الأمم السابقة كانت تصوم، لكن ما معروف كان هيئة وكيفية الصيام ومدة الصيام، ده ما معروف عندنا، لكن نؤمن بما قال تعالى كما كتب على الذين من قبلكم.
وفي قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم قال العلماء فيه تسلية للمؤمنين المأمورين بالصيام، يعني ما براكم كتب عليكم الصيام، إنما كان مكتوب ومفروض على الأمم السابقة أيضا لعلكم تتقون. وهذه الغاية من الصيام تحقيق التقوى، وهي فعل الأوامر وترك النواهي، لأن بالصيام تتدرب النفس والروح على الانتهاء عن النواهي والائتمار بالأوامر، لأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، الإمساك عن المفطرات الحسية والمعنوية. فالإنسان يمسك عن شيء مباح هو مفطر، لكن في قبل رمضان وفي قبل وقت الإمساك كان مباحا، فتتعود النفس على الإمساك عن المباح الذي كان حلالا عليها قبل هذا الوقت وبعد هذا الوقت أي وقت الإمساك. فبهذا تتدرب النفس على الإمساك عن المحرمات. إذا تدربت النفس عن الإمساك عن الحلال فمن باب أولى وأحرى أن تتدرب على الإمساك عن الحرام، فبهذا تتحقق التقوى. ولهذا قال تعالى لعلكم تتقون. الشيخ يلا نحن دارين تجاوبوا لنا عن إنه في ناس في السودان بيقولوا لك يعني مثلا ده شيوعي ومسلم، يعني هل الشيوعيين دي هنا ممكن يكون عليهم صيام يبقوا مع الناس البناد وغير الله حكمهم مع الجماعة دي وكده، فهل الشيوعي عليه صيام ولا حكمه شنو؟ ونقول أنا شيوعي ومسلم كده. وكونه زول يقول أنا شيوعي ومسلم ده إما جاهل بالإسلام وإما جاهل بالشيوعية وإما زول مستهبل، وده الغالب، لأن الشيوعية قائمة ليست على الكفر بالله المعروف عند العوام فقط، إنما قائمة على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، لا إله والحياة مادة. فلا يمكن لشيوعي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا ويأتي ويقول أصوم. من فرض الصيام؟ فرضه الله، وأنت تنكر وجود الله أصلا، فما عليه صيام. فده لو صام وعقيدته عقيدة شيوعية إلحادية بهذه التفاصيل التي ذكرناها لا صيام له ولا قيام له ولا عمل له صالح أبدا. لكن دي من الألاعيب اللي بيلعبوا العلمانيين، وللأسف بعض اللي بيقولوا إسلاميين برضو زي الحركة الإسلامية وكده بيلعبوا بها على عقول العوام، يقول لك ممكن تكون شيوعي بالاقتصاد لكن تكون مسلم في حاجة تانية. وليه الاقتصاد الإسلامي ما نافع؟ يعني هل الإسلام الذي فرض الصلاة والصيام وأنت آمنت بذلك لم يستطع أن يفرض أو أن يشرع نظاما اقتصاديا صحيحا سليما؟ وقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. فما ممكن الإسلام يكون أنت تؤمن بجزء وتكفر بجزء. ربنا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فده الناس مستهبلين دايرين يغرروا الناس بالشيوعية وبالعلمانية ويكذبوا على المسلمين. ما في حاجة اسمه شيوعي مسلم أبدا. جزاك الله خير يا شيخ. الشيخ الله عشان نمشي في الأسئلة كده شوية، الشيخ إذا كان الإنسان عليه صيام من رمضان الفات أو الماضي ودخل عليه رمضان ده وعنده أيام ما قضاها ودخل عليه رمضان ده، فهنا بيترتب على الشخص ده شنو يا شيخ؟ أول حاجة الواجب على الإنسان أن يبادر بالقضاء إذا كان عليه أيام من رمضان، ده الواجب عليه، لأن السيدة عائشة قالت كان يكون عليه الأيام من رمضان فلا أستطيع قضاء إلا في شعبان لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مني. فالشاهد إنها كانت بتقضيها قبل رمضان الثاني ولو كان في آخر شهر قبل رمضان الثاني في شهر شعبان، فده محل وده وقت القضاء. إنه عندك أيام من رمضان ده لابد تقضيها قبل رمضان الجاي ولو إلى شعبان، فالأفضل الإنسان يبادر ويسارع. فالإنسان إذا كان ما عنده عذر وأخر القضاء لحد ما دخل رمضان الثاني وما صام فلا شك أنه عليه ذنب وإثم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أخرج الصيام وأخرج القضاء عن وقته الأصلي، فده عليه ذنب من الله سبحانه وتعالى. فيجب عليه أولا التوبة النصوح، وده الصحيح من أقوال العلماء. نمرة 2 عليه أنه يقضي الأيام دي ولو بعد رمضان الثاني، واختلف العلماء هل عليه مع القضاء كفارة أو قضاء فقط، والصحيح عليه قضاء فقط مع التوبة، يعني ما عليه كفارة، لأن الكفارة هنا ما عليها دليل. طيب. نعم.
يكون عليه للقضاء فقط. القضاء والتوبة. لأن بعض العلماء قالوا عليه الكفار عقوبة له مع القضاء، لكن الكفار عقوبة له الحتة دي ما عليها دليل فيما علمنا من كلام علمائنا رحمهم الله. تمام. جزاك الله خير يا شيخ. يلا يا شيخ دارينك تكلمنا عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف. احنا دارين نعرف معنى الحديث ده، ولو وديتنا كمان فوائد زيادة شوية كده عن الحديث. نعم، الحديث بيتكلم عن القيام، صلاة القيام، وإنه فضل صلاة القيام لمن قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني كاملة، يعني كأنه قام الليلة كاملة، لكن بشرط إنه يصلي مع الإمام من البداية، من أول ركعة يبدأ الإمام إلى نهاية صلاة الإمام، إلى آخر تسليم يسلم الإمام. ده الشرط. يعني ما يقوم يصلي مع الإمام مثلا العشاء والتراويح 8 ركعات ويقوم في الوتر يفوت كده، ما بيدرك الفضل اللي هو قيام ليلة كاملة. عشان يدرك الفضل قيام ليلة كاملة لابد يبدأ من البداية، من أول تكبيرة لحد آخر تسليمة يسلمها الإمام، كده بيدرك الفضل كاملا. ثم قال حتى ينصرف. وحتى ينصرف في بعض الناس بيفهموها إنه حتى من حد الإمام يقوم يمشي بيته، لا، المقصود هنا حتى ينصرف أي من آخر تسليم، آخر الصلاة، يعني ينصرف من الصلاة. طيب الشيخ، هل بيجوز للنسوان يعني يصلن الصلاة دي بإمامة يعني منهن في البيت كده؟ هل ده بيجوز؟ إذا مثلا المسجد فيه الناس بيصلوا بيجيزوا ما بيقدرن، هل ممكن ياخذن الثواب والأجر ده؟ ممكن النساء يصلن، لو دار يصلن في البيت ممكن بإمام منهم. وإذا جاءت المرأة إلى المسجد فلا تمنع إلا إذا كان عملت محظور شرعي، تعطرت أو تبرجت إلى آخر المحظورات الشرعية. جزاك الله خير يا شيخ. الشيخ يلا في سؤال كده نحن حبينا ندخله لك طوالي كده ولا بد منه ندخله. الشيخ ظهر رجل في مدينة الحصحيصة ويقال انه كان مسلم ويرتد، والزول ده يدعى انه هو بيعالج الناس من الانجيل. يلا الناس اللي بيقولوا هم صايمين، الناس الصايمين يعني، وبيمشوا للزول ده، فده الحكم شنو يا شيخ؟ الرجل ده أنا سمعت بقصته ورديت عليه عدة مرات. هو رجل مرتد كافر، كان مسلم كما يقال، ومشى لبنان أو الأردن تقريبا، والمهم يتنصر هناك ونصره في الكنيسة، وجاء من هناك يدعي كذبا وزورا ونفاقا وكفرا إنه بيعالج الناس من أي مرض، العميان بيخليه يفتح، والمشلول يخليه يقوم والى اخره، وكذاب ما عالج ولا واحد، بل هو رجل فاجر كافر مرتد. وانا شفت عده فيديوهات حقته، رجل فاسق مع كفره فاسق، يعني يسلم على النساء بالاحضان ويقبل النساء امام الناس، موجود عندي الان عندي موجود فيديوهات حقته، لا واحد ولا عده فيديوهات. عشان كده بيجون النساء من كل حدب وصوب. وفوق الفسق الفساد العقدي، أعظم من الفسق حق والمجون، الفساد العقدي والكفري، إنه بيقول لهم أنا اللي بعالجكم، يعني ما الله. وفي ناس جهل بيعتقدوا إنه هو اللي بيعالج، وده كفر، لأنه ربنا قال وإذا مرضت فهو يشفين، يعني أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. نمرة 2 بيقول لهم أنا علاجي ده بالإنجيل، معناته الرجل ده داعية إلى الكفر والشرك والضلال، إنه الناس تترك القرآن، وقرآنكم يا مسلمين ما فيه شفاء ودينكم ما منافع، لابد ترجعوا للإنجيل. دي الرسالة اللي يقدمها للناس. فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة يمشي يبيع دينه عشان علاج. أول حاجة هو ما عنده علاج ولا عالج ولا واحد، لكن الناس مرضانين وناس جهلة وعقولهم ضعيفة. على الأقل لو ما كان عقول المجتمع إلا من رحم الله عقول ضعيفة، كان يعتقدوا قبل ده ما في بيت هناك في الشمالية في العفاض بالطفلة صغيرة ما تعرف ذاته تغسل نفسها. شفت كيف؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء اداه مويه قال لا عالج الناس. طيب المويه اللي اداها الرسول دي ما كملت، بقى يجيبوا بالتناكر والفناطيس. هذا اداه الرسول برضه كذب واجرام، ومن الاول كذب. لا اداه الرسول صلى الله عليه وسلم حاجه، وده كله كذب. العلاج ده يا جماعه في القران والسنه
وما دلت عليه السنة زي الحبة السوداء والسوداء والعسل والكمأة وغيرها اللي ذكرت في السنة صحيحة، وإما علاج عند الأطباء بإذن الله، تقول له بإذن الله سبحانه وتعالى بالطب التجريبي المعروف العلمي الموجود. لكن زول فكي وكمان نصراني أو بت في العفاط يكذبوا معاه عصابة يلموا قروش المسلمين ويقولوا عالج فلان وفلان كان مشلول قام وفلان كان مكسح نصح، كله كذب، ما في زول نصح. لكن إشاعات بيفكوها العصابة اللي بيكونوا مع الدجال، لأنه دول هم اللي بيشيلوا القروش. يعني قبل أيام في مصر بعض المناطق قال الشيخ صوفي برضه قال لهم يتبين في بلاعة بتاع الصرف صحي، خش اليوتيوب شوفها هسه قاعدة بلاعة بتاع الصرف صحي، مياه الحمامات يا اخوان، قال دي فيها شفاء. الناس بيشربوا مويه الصرف الصحي البول والبراز وبيتمسحوا بها، حريم ورجال وصبيان وكله، دي المسلمين. وأسوأ من ذلك جاي له واحد نصراني يقول لهم الإنجيل محرف وباطل، وإذا اعتقدت ما في الإنجيل أنت كافر. الإنجيل ده ما حق ربنا نزله من السماء، ولا فيه شفاء أصلا، ولا ده بيشفي زول مرتد دايركم ترتدوا عن دينكم. وربنا ذكر الكلام ده في الكتاب عن النصارى وعن اليهود، قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالدجال بتاع الحسن عيسى ده غرضه من الكلام ده إنه المسلمين وبالذات النساء المسلمات يكفروا زي ما هو كفر. ده الغرض، ما في أي علاج، ده كذب ساكت. الناس اتقوا الله، وده ذو الكاهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الناس إنه يوقفوا، ده يوقفوه تماما، يقيف تاني ما يشتغل، ومرتد ذاته يودوا السلطات طوالي، لأنه الردة دي جريمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ومرتد يكون يشفي الناس كيف. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الشيخ ممكن سؤال أخير كده نختم به. الشيخ الناس اللي ما بيصوموا إلا بعد ما يشوفوا الهلال يقول لك نحن كما شفناه ما بنصوم يعني، وديل يعني عندنا هنا في موجودين وكده. فديل يقول لهم شنو صحتك؟ وديل بيفهموا الآية غلط. ربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، لكن ما معنى الآية إنه أي زول لابد يشوفه بنفسه حتى يصوم هو تعيينا، والما بيشوفه ما واجب عليه الصيام. ما معنى الآية كده؟ لو كان معناها كده معناته الأعمى ما عليه الصيام، وهذا ما لم يقل به أحد من العلماء ولا من العوام ولا من العالمين فيما نعلم. فالمعنى الآية تفسر السنة. عبد الله بن عمر قال ترى الناس الهلال، يعني مش يبحثوا عن هلال رمضان، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. عبد الله بن عمر واحد قال فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، حديث عند أبي داود، وأمر الناس كلهم يصوموا بشهادة رجل واحد رأى الهلال، فده المعنى الصحيح. أما الماضي يصوم مع الناس لا شك أنه عملهم ده باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأضحى يوم يضحي الناس، والفطر يوم يفطرون، والصوم يوم يصوم الناس. يعني تصوم مع الناس. الحاكم المسلم قال بكرة رمضان خلاص تصدقوا طوال الصوم، ما تقول. وبعض الناس يقول لك ثاني يوم في رمضان دي بتحصل كل سنة، يقول لك شوف الهلال يعني له المغرب بعد الإفطار ثاني يوم ثالث يوم، يقول لك شوف الهلال ده كبير معناته أكلنا يوم. كل سنة الناس يقول لك أكلنا يوم، لا ما أكلنا يوم. ليه؟ لأنه السنة أول حاجة إنك تصوم وتفطر مع البلد المسلم ومع الحاكم المسلم، ده واحد. اثنين، لأنه انتفاخ الهلال وانتفاخ الأهلة من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال هو ابن ليلتين، حديث صحه الألباني. فكلام الناس ذاته كل سنة يقول لك الهلال ده كبير ونحن أكلنا يوم، هو ده ذاته من علامات الساعة انتفاخ الأهلة. نعم. الشيخ في نهاية هذه الحلقة بنشكرك ونقول لك جزاكم الله خير وربنا يعظم أجركم. ونحن بنقول للإخوة المشاهدين إن شاء الله تعالى المجالس حتستمر في شهر رمضان المعظم بعنوان مجالس رمضان، ونلتقيكم غدا بإذن الله تعالى في تمام 4:15 مساء. هذا وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.